مرحبا. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة اسمها شوشبرك. رح نحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، طبعا حطيت لها حبتين بصل قليتها معهم، ملح، فلفل، قرفة، بهارات مشكل اللي عندك، وبرشة زنجبيل. عندي كوبين دقيق أو طحين، بحتاجوا كاسة مي ومعلقة ورشة ملح ومعلقة صغيرة زيت، مش أكتر من هيك رح نعجنها ونتركها ترتاح. هي ما حتنفش بس نتركها ترتاح شوي. عندي كيلو لبن، رح نحتاج له معلقة نشا، توم، ونفس معيار علبة اللبن حنحط مي بالخلاط ونطبخهم على الغاز مع بعض. رح نبدأ هلا أول شي بالعجين. العجينة عندي هيك صارت جاهزة، أنا عجنتها وتركتها ترتاح ربع ساعة نص ساعة. شايفين هي حيضل شكلها هيك، واللحمة رح نتركها تبرد شوي. هلا رح نبدأ نشتغل فيها مع بعض. هلا هيك بعد ما رقينا العجين قسمناها، طبعا بدنا قياس فنجان صغير يكون عندك بهالطريقة. تاخدي حبة نحط فيها حتشكليها مثل الهلال، مثل شكل الهلال، وبعدين بهالطريقة هيك راح يكون شكلها. نعمل كمان واحدة مع بعض. نرجع نطبقها بهالشكل هيك. شايفين أنا خلصت كل العجين وزاد عندي شوية لحمة طبيتها بالفريزر، بتحتاجيها لأكلة تانية. هي الكاستين هتعمل معاكي كمية مثل هاي. هلأ في ناس بتخليه زي ما هو هيك، ولما يخلص اللبن ويغلي بتصير تساقط فيهم، وفي ناس لا بشوها شوي. أنا رح أشويها شوي من تحت، حضوي الفرن وبعدين أحمرها شوي صغيرة. هي مش حجمها ما حيكبر، بس هي هيك بس عشان ينشف العجين مش اكتر. بعد ما غليت اللبن هلا عم بستنى العجين بس شوية بالفرن. هلا رح اسقطهم جوا اللبن واتركهم يغلوا غلوتين، وحكون قالية توم وكزبرة واحطها على الوجه هيك مثل ما انتم شايفين. يدوب بس نشفوا شوي، وهلا حبلش انزلهم باللبن. اول ما تحسوا العجينة شوي حجمها كبر تكون هيك عنا الاكلة استوت. هنعمل جنبها رز وشعرية، رز وشعرية سوري. زي ما انتم شايفين هيك الاكلة عندي صارت جاهزة. هلا راح اقلي لها كزبرة وثوم واحط شوي هون، وبعدين بجاط التقديم كمان راح احط على الوجه للزينة. كزبرة والثوم ريحتها كتير طيبة. هلا حنضيف نصف الكمية على الأكلة ونصف الكمية ونخلطها مع بعض، والنصف التاني هيك حنحطها على الوجه. طبقنا لليوم صار جاهز. الشوشبرك بتقدمي معها رز مع شعرية. بتمنى انكم تطبقوا الوصفات وتقولوا لي رأيكم. صحتين وعافية.